السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبيباتي؟ إن شاء الله بخير. اليوم رح نعمل مع بعض طريقة مخلل الليمون بالعصفر وحبة البركة. الطعم كتير كتير رائع، جربوها. وصفة كتير ممتازة حتى مفيدة بهالأيام للإنفلونزا لالتهابات الحلق، كتير ممتازة. جربوها ورح تدعولي. ولا تنسوا حبايبي أمانتكم الله حبيباتي تعملوا لنا لايك واشتراك للقناة لحتى يوصلكم كل جديد من الست دلال. تمام، خلينا مع بعض هلأ نشوف كيف نحضر مكوناتها مع بعض. يلا بسم الله. أنا عندي هون هيك جبت 2 كيلو من الليمون. كيف قطعته؟ غسلته ورح أقطعه بهالشكل هذا، هيك بشكل زائد. وعندي هون طنجرة مي غليانة، رح نزل الليمون بقلبها. بدي اسلقه لمدة 3 دقايق بس. هنصفي الليمون. ومنشان نحضر الحشوة تبع الليمون أنا عندي هون 3 جزرات كبار، عندي دبس فليفلة، طبعا إذا كان حد أو حلو هاي حسب اختيارك. عندي هون أصفر، يعني كمية منيحة. وعندي هون حبة البركة، وعندي فنجان كبير من الخل، وعندي ملح، وعندي معلقتين من السكر، وعندي نص فنجان من الزيت. هلا بدي اقلب كل هالمكونات مع بعضها. وهي الحشوة عندي صارت جاهزة. هلا بدي بلش اخذ منها واحشي الليمون بهالطريقة هاي. هيك شايفين المنظر؟ مخلل الليمون بالعصفر وحبة البركة، منظر بشهي والطعم ولا أروع. رح نعمله اليوم مع بعض ونفرجيكم الطريقة كيف. كتير كتير طيب، جربوها، جربوا الوصف رح تدعولي. لا تنسوا حبايبي إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك، لطفا وليس أمرا حبيباتي. وهي بعد ما حضرنا كل شيء أنا عندي هون القطرميزات عقمتها بمي غليانة. تمام، رح أجيب الليمون هذا وبرصه هلا هيك وحدة وحدة بالطول. شايفين كيف؟ هيك بهالترتيب هذا. وهي بعد ما رصيتهم بالقطرميز زاد عندي هاي المرقة، شايفين زايدة من الخلطة. رح أضيف شوي هون هيك وشوي هون. وهلا رح أضيف له المحلول الملحي. اللي هو طبعا خيارات وأخذناها قبل هيك. وهلا بدي أحط على وشه شوية زيت. أنا فضت زيت نباتي حتى ما تتكون فوقه بكتيريا لين ما تستوي. هي بعد ما سكرته مضبوط وضغطته، وهلا هيك شوفوا لي على هالمنظر ما شاء الله. هيك رح تاكلي أطيب مخلل ليمون. رح أحطه جنب أخواته لأني بحب هالمناظر هاي أنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.